السيدة سميرة الذهبي المكلفة بتسيير مركز قلم ولوح. مرحبا بك لوتك اللون. أهلا وسهلا. شكرا لك. الله بحضورك. قلم ولوح واللغة العربية، شنو قصة هذا المركز؟ نشاهد الروبورتاج وراجع إلى الحديث رفقة ضيفتنا. بهدف تعليم الأجانب أسرار لغة الضاد، قامت إحدى المراكز اللغوية الخاصة بمدينة الرباط بإطلاق مبادرة قلم ولوح اللي كتعمل على القيام بحصص دراسية وتنظيم لقاءات أسبوعية من أجل تبادل الحديث والأفكار بالعربية الفصيحة في قضايا راهنة ومتنوعة، واللي كتعرف مشاركة المواطنين المغاربة والأجانب. كنستعمل الدرجة كل يوم كل نهار في الزنكة، ملي أنا غادي في القهوة، ملي أنا غادي في البحر باش ندير السيرف. وبغيت نتعلم الدرجة، كنتمنى نتكلم الدرجة مزيان شي نهار، حيتاش كيعجبني بزاف المغرب. هو بلد جميلة أيضا، وأنا أحب كثيرا، أحب خصوصا فرصة استكشاف في كل مدينة في المغرب. أنا سعيد جدا، ولكن نعمل اللغة العربية صعبة جدا، وأستعمل اللغة العربية في الشارع أيضا، وفي الحانوت مثلا، وليس هناك مشكلة. أمام ارتفاع الطلب على تعلم اللغة العربية من طرف المغاربة والأجانب، عملت هذه المؤسسة على عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع العديد من المؤسسات التربوية العمومية المغربية بهدف تبادل الخبرات والأفكار والقيام بزيارات لهذه المؤسسات والتعريف بها وبتاريخها. أستاذة الذهبي مرحبا بك من جديد. قلم ولوح، علاش التسمية؟ قلم ولوح. قلم هي أداة للكتابة، واللوح قطعة خشبية اللي كيقراو بها في المسجد، وكتعني العلم والمعرفة والثقافة الأصيلة المغربية. هي قصة مركز انطلق في 2016 2007. نعم. 2007 كيفاش جات الفكرة في وقتها أستاذة الذهبي؟ كيفاش جات الفكرة؟ نعم، لأن كان في هذاك الوقت واحد المجموعة من الأجانب كاين في المغرب، سواء اللي كيشتغلوا في البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مدينة الرباط، أو الأجانب اللي كيزوروا مدينة الرباط، أو لا اللي القاطنين بها. إذا بالنسبة لهاد الناس هادو كيبغيو يتواصلوا مع المغاربة، كيبغيو واحد اللغة اللي كأداة تواصل مع المجتمع المغربي. إذا بالنسبة لهم هما ما كيلقاوش هاد المعاهد فين يدرسوا اللغة العربية والدارجة المغربية باش يقدروا يتواصلوا ويعيشوا واحد الحياة سهلة. لهذا فكرنا باش ننشئوا واحد المركز اللي يدرس هاد الناس هادو ويتواصلوا مع المجتمع المغربي في واحد اللغة اللي هي لغة سهلة وبسيطة، وكيقدروا يتواصلوا مع جميع الناس ويطوروا المهارات ديالهم اللغة العربية. نعم الفصحى. صحيح. والدارجة أيضا والدارجة. أستاذة الذهبي، كيفاش كتم التكوينات في المركز؟ الدارجة تقرى للأجانب، واش هي كتقرى بطريقة علمية مدروسة؟ كيفاش كتعلموا هاد الناس؟ واش كيجيو الحصص بطريقة التعليم التقليدية، أو لا هي أكثر لقاءات وجلسات أسبوعية لتبادل اللقاء وتشارك التجارب ومنها تشدوا اللغة؟ نعم، بالنسبة للدارجة كندرسوها بمنهج. هناك كتب كيدرسوا مثلا إلا كان عندنا إما شبه مكثف أو لا مكثف. إلا درسوا 4 ساعات بالنسبة للدارجة كاين 4 ساعات في الصباح مثلا. كيدرسوا 4 ساعات مرة في السيمانة؟ لا، يوميا. ما شاء الله، من الاثنين إلى الجمعة. مش كالمكثف. إذا هناك كتب وهناك مواد تم إنتاجها من طرف الأساتذة ديال المركز، وهذه المواد هذه والكتب فيها استماعات، قراءات وأسئلة وتمارين اللي تقوموا بها. نعم صحيح. اللغة العربية كيف يتم تدريسها؟ اللغة العربية نفس الشيء، هناك كتب، هناك مواد تم إنتاجها من طرف أساتذة المركز، وكذلك بالإضافة إلى الدراسة في الصفوف نعتمد على الأنشطة الثقافية. كنسمع عندكم مقهى. نعم، كاين مقهى يوم الخميس. مقهى الخميس، شنو تديروا في هذا المقهى؟ المقهى كاين هو عبارة عن لقاء تواصلي ما بين طلاب ديال المركز وفعالية المجتمع المدني.
من طلاب، من بعض المرات تيكونوا تا موظفين بغيو يحسنوا المهارات ديال التواصل ويتعرفوا على اصدقاء جدد. لهذا كاين هذا المقهى هذا. كاين كذلك كاين مجموعه من الانشطه الثقافيه الاخرى، من بينها الكاليغرافي او الخط العربي اللي من خلالها الطالب كيحسن الخط ديالو، كيولي يكتب بواحد الطريقه جميله. كذلك عندنا الطبخ. الطلاب اللي كيكونوا مسجلين عندنا في المركز كيديروا ورشات عن الطبخ المغربي، كيتعرفوا على الكسكسو، الطاجين المغربي، الرفيسه، الحريره، كيطبخوا جميع الامور اللي كتعلق بالطبخ المغربي. كذلك عندنا زيارات، كيقوموا بزيارات المؤسسات الرسميه، كذلك جمعيات المجتمع المدني، مآثر تاريخيه، متاحف. كذلك نقوم بمحاضرات، نشارك مع اساتذه التعليم العالي. كل يوم أربعاء هناك محاضرة باللغة العربية. الأساتذة يكونوا متخصصين حسب المجال ديال هذيك التيمة اللي كانت في هذاك الأسبوع. الأستاذ كيتكلم على ذاك الموضوع وكيناقشوا مع الطلاب ديالنا. كاين إقبال الأجانب أكبر أو لا؟ أيضا المغاربة على المركز كاين إقبال من طرف الأجانب، كذلك من طرف البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب. مجموعة من شحال كياخذ الوقت باش شخص أجنبي يتعلم اللغة العربية الفصحى؟ على حسب الإرادة تتدخل فيها، ولكن أو موين سبقا كم يطلع؟ على حسب. إذا كان طالب مبتدئ كلي كومبليت بيجنر عاد جاي يقرأ، ممكن تل 9 أشهر. 9 شهور كيتعلم اللغة العربية، يهضر مزيان. يا سلام. تبدلوا نظرات أجانب للمجتمعات العربية فاش كيوليو يتقنوا اللغة العربية الفصحى؟ أكيد. إيفو كيتعلم اللغة العربية أو الدارجة المغربية، كيعرف الثقافة المغربية والخبايا ديالها والحذافير ديالها. إيفو كيكون كيدرس عندنا حنا كما سبق أن قلت، كنظموا أنشطة ثقافية اللي من خلالها الطالب كيخرج للمجتمع، يعني كيفاش كيتلقى الناس. يعني باش ياخذ تاكسي كيفاش غادي يمشي مثلا، تنعلموه اللغه باش يتكلم مع سائق سياره اجره. كذلك الا مشى للدكان او الحانوت كما تقولوا، يعرف كيفاش يشري، دوك الاساسيات ديال الحياه اليوميه. نعم صحيح، يعرف الاساسيات ديال الحياه اليوميه. سنويا شحال تشهد اقبال المركز؟ كاين هناك على حساب واش قبل كوفيد ولا بعد كوفيد. بعد الجائحه كيف؟ بعد الجائحه كاين واحد التراجع، ولكن حاليا كاين إقبال. يعني تقريبا كنستقبلوا واحد 600 حتى 800 طالب سنويا. نعم. تبارك الله عليكم، تنحيوكم، تنحيو جمهور خفاء وراء هذا المشروع. بالتوفيق لكم. شكرا.